عندك حبه ليمون كبيره مع علبه تاع ياورت ممزوج بذوق الليمون في البيت، هذه راكم تشوفوا فيها. ارواحوا نديروا مع بعض اليوم احسن شربات، احسن من تاع المحلات وسريعه في التحضير. نبدا على بركه الله. عندي حبه نتاع ليمون تكون كبيره في الحجم، نحيو لها لو زاز تاعها فقط هذاك الاخضر، ومن بعد لهنا نجيبو كاس غير اصبع نتاع السكر عادي، ونحاولوا بسباتول ندخلوا هذاك السكر مليح في هذوك القشور حتى القشور هذوك تلقوا لنا هذوك الزيوت نتاع الليمون او تاع القشره تاع الليمون. من بعد الحبه هذيك تاع الليمون نحاولوا نعصروها، نخدموها الساع بيدينا شويه باش تعطينا عصير اكثر واكثر. درت لي حوالي نص كاس تاع عصير الليمون، نخلطوه مع ذاك السكر مع ذوك القشور تاع الليمون جيدا حتى نحسوا باللي السكر بدا يذوب. نضيفوا ايضا ملعقه صغيره تكون مملوءه جيدا بذوق الفانيلا او نكهه الفانيلا، ونخلطوها مليح. ومن بعد نجيبوا علبه تاع ياورت ممزوج بذوق الليمون، لازم نديروا ذوق الليمون. من بعد نجيبوا البراميكسور، اللي ما عندوش البراميكسور يخدم غير بالفوي. نجيبوا البراميكسور نخلطوا جيدا حتى نذوبوا ذاك السكر. بالنسبه للماء تحبي ديري 1 لتر ونص، اذا حبيتيها تكون شويه يعني ماهيش خاطره بزاف، تحبوها تكون خاطره ديروا 1 لتر فقط. ونزيدوا اخر حاجه ملعقه تاع مزهر، ونخلطهم براميكسور. تحبوا تصفيوهم، تحبوا تخليهم بالقشور كما تحبوا. قدمت لكم في هذا لي كرف هذو الصغار. إذن هذه هي، شهيتكم بالصحة. نتلاقاو في عد آخر. ما تنسوش حركة الإكسبلور، بارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.